السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم يارا. وصفتنا علينا اليوم بسبوسة بحجم عائلي. هذه البسبوسة راح تكون بمقادير بسيطة، طريقة العمل جد سهلة، والنتيجة راح تكون هايلة، يعني حتجيكم خفيفة ومشربة وبزاف بنينة. نمر مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة حضرت لهنا الشربات اللي نحتاج فيها: زوج كيسان سكر عادي حجم الكاس 220 مليلتر، حطيتهم في كاسرونة ونزيد عليهم 4 كيسان تاع الماء. نزيد عليهم تاني شريحة ليمون، ولا ما كانش عندكم ليمون تقدروا ديروا لافاني. ومن بعد نجيب هنايا سباتول ولا مغرفة تاع حطب ونحرك هذاك السكر، ومن بعد نحط هذه الكاسرونة على نار تكون متوسطة، وغير يبدا الماء يغلي نحسب لها 12 دقيقة ونطفي عليها. حطيت هنايا 3 حبات بيض يكونوا كبار، واذا كان البيض تاعكم صغير ديروا 4 حبات. نزيد عليهم نص كاس سكر عادي، وقرصة تاع الملح، مبشور الليمون. هنا الا عندكم ديروا مغرفة كبيرة، انا كان عندي غير شوية درت مغرفة صغيرة، وحنزيد مغرفة صغيرة لافاني. انا نحب بزاف البسبوسه اللي يكون فيها هذاك الميلونج تاع مبشور الليمون ولافاني، يعطيها ذوق بزاف شباب. نشعل هنايا الروبو، نديرو سرعه رقم 1، ونخلي هاد المكونات تتضرب مليح. هنا نخلوهم يضربوا مليح حتى يولي اللون رايح للابيض. هنا نطفي عليه ونزيد كاس غير ربع زيت، نحطو ضربه واحده، ما نبقاش نحط غير بشويه، نحطهم هكا. ونزيد تاني كاس غير ربع حليب يكون دافي. هنا الحليب دفوه غير شويه برك، ما ديروش سخون. وكيف كيف نزيد نغلق ونشعل على الروبو تاني سرعه رقم 1، ونخلي هاد المكونات 1 دقيقه هكاك ونطفي عليه. هنا سي بون، راهم تخلطوا مليح. نطفي على الروبو، ما نزيدش كامل نخدم به. شوفوا الخليط تاعي كيفاش ولا، يولي خليط رغوي. كي تخلط لكم مليح تضمنوا بلي البسبوسه حتجيكم خفيفه. نجيب هنايا اناء ونفرغ هذا الخليط، ومن بعد جبت هذا الكاس اللي الحجم تاعو 220 مليلتر، وجبت هنايا تاني سميد عمور. هاد السميد متوسط، انا نحب البسبوسه تكون بسميد متوسط، يعني كاين بزاف الناس يديروها بالرقيق، انا يعني شخصيا ما نحبش البسبوسه اللي تكون بسميد رقيق. جربتها شحال من خطره وما عجبتنيش. البسبوسه لازم تتخدم بالسميد المتوسط، وكما تقدروا تاني تخلطوا بين الرقيق والمتوسط، مي بصح الرقيق وحده ما تجيش شابه. حطيت كيما شفتوا كاس سميد، وجبت فوي ونخلط مليح. ضروري انكم تخلطوا مليح. ومن بعد نزيد نص كاس، وكيف كيف نزيد نفرغو ونخلط. في البسبوسه كي تحطوا السميد حطوا غير بشويه وخلطوا. قد ما تخلطوا هذاك السميد حيشرب لكم سوائل، على هذه ديروا غير بشويه، ما تخلوهش يغلبكم. انا هنايا حطيت كاس ونص سميد متوسط، ونزيد عليه 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح نواد كوكو، والناس اللي ما تحبش نواد كوكو ديروا تعوضوا يعني بالسميد. ونزيد كيف كيف نخلط. ومن بعد نزيد 2 مغارف كبار فارينة، تاني كل مغارف يكونوا معمرين مليح. ونزيد 2 كيس خميرة كيميائية، معناتها 2 ساشيات تاع خميرة، ما يعادل 20 غرام. نبقى هنا غير نخلط، خلطوا مليح وشوفوا. الا لقيتوا القوام تاعكم راهو ثقيل، معناتها خلاص ما تزيدوا حتى حاجه، وإلا لقيتوه خفيف زيدوا واحد المغرفه حتى 2 مغارف سميد. انا هنايا بان لي راهو ثقيل. نغطي هذا الخليط بطرشونه مده 5 دقائق. وهنا بعد ما فاتت 5 دقائق راكم حتلقاو هذا الخليط زاد ثقال. زيدوا جيبوا فوي وخلطوا مليح.
هنا سي بون. هذاك هو راهي واجده البسبوسه تاعي. جبت هنايا سنيوه اللي الطول تاعها 30 سنتيمتر والعرض 23 حتى 24 سنتيمتر. دهنتها بالزيت ونرشها بشويه تاع السميد ونفرغ الخليط تاعي. وهنا برك نفتح قوس، يعني الناس اللي راهم يحوسوا على وصفاتي تكون مكتوبة، ما عليهم غير يحملوا موقع كوكباد اللي دايما نحكي لكم عليه، موقع خاص بالطبخ فقط. من خلاله راكم حتلقاو كامل وصفاتي مكتوبة بالتفصيل، يعني تقدروا تدخلوا ديروا لها كابتور وتحتفظوا بها كي ما تكونش عندكم انترنت، تقدروا تجربوا الوصفات بسك ديجا راكم صورتوها. مام تقدروا تانيك تحطوا وصفاتكم الخاصة وتشاركوها مع أصدقائكم. وكي تحملوا هذا التطبيق ما عليكم غير تدخلوا لحسابي على كوكباد ديروا لي متابعة، وانا تاني كنزيد لكم متابعة، يعني هكا حنولوا اصدقاء ونقدروا هكا تسقسوني كش حاجة ما فهمتوهاش على وصفة ولا راح نجاوبكم، يعني حتكون طريقة التواصل بيناتنا سهلة خير. راح نخلي لكم في صندوق الوصف رابط الفيديو اللي شرحت فيه كيفاش تحملوا الكوكباد ورابط الوصفة مكتوبة بالتفصيل. هنا كما شفتوا بعد ما فرغت الخليط خبطت هذيك السنيوه شويه، ومن بعد ندخلها الفرن اللي يكون شعلته مسبقا على درجه حراره 160 درجه، نشعلها من تحتها ومن بعد نزيد نشعلها من الفوق غير شويه برك ونجبدها. هاي ليك البسبوسه تاعي بعد ما طابت وهي سخونه نشربها بشربات اللي تكون بارده. هنا ضروري البسبوسه تكون سخونه والشربات تكون بارده. نفرغ كامل الكميه وكما راكم تشوفوا راني مع نحط الشربات راهي تشربها، يعني هذا دليل باللي البسبوسه راهي خفيفه ريشه. نكمل كامل الكميه كما قلت لكم فوالا. ومن بعد نخليها ما نقسمهاش تمتم، خلوها شوفوا هي قد ما تقعد تجي بنينه خير، هي فوق 3 سوايع باش تقدروا تقسموها. انا هنايا خليتها واحد 3 سوايع هكاك وزينتها بشويه نواد كوكو وحبه كرز مصبر وقسمتها، وكما راكم تشوفوا الشكل تاعها بزاف شباب والبنه ما عندي ما نقول. هنا بعد ما كملت قسمتهم كامل وحطيتهم في الكيسات. يعني كان هذا هو الشكل النهائي، وكما راكم تشوفوا الصورة راهي تعبر على نفسها، بسبوسة خفيفة ومشربة والبنة تاعها روعة. شوفوا كي راني نقسم فيها يعني تحسوها بلي راهي مشربة ما راهيش ناشفة وجات بزاف هايلة، يعني جربوا هاد الوصفة على بالي كامل حتعجبكم. وصلنا دوكا لنهاية وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء، واذا جربتوها ما عليكم غير تبعتوا لي تطبيقاتكم على كوكباد. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى عن قريب. مع السلامة.